شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، اكو رواية لطيفة جدا من يستقبل ابن علي زين العابدين سلام الله عليه، حضنه الله ما أطيب ريحك وأحسن خلقك، يمدح به ويطيل ثقة بالنفس، عكس اللي يسووه الكثير من الآباء. شو يسوون؟ أنت غبي، هذا ابن، قبال الناس يقعدون أنت هذا ابني فد غبي فد ما يفتهم، هذا بس يغلط بالتالي هذا الابن يصدق ينسى اسمه الحقيقي فلان، لا عباله غبي، قوم غبي اقعد غبي، هذا بعقله الباطن صار انه غبي، راح يتصرف على هذا الاساس. يعني نحتاج بناء حقيقي اذا احنا نريد نقتدي بالحسين شلون كان مهتم باطفاله. بل هو كلنا نعرف ان الامام الحسين في لحظاته الاخيره في الليله العاشر من محرم وهي هلال البجلي كان يشيل حسك السعدان اللي هو الشوك الصغير في بقيه السيف مالته، يقول له ليش؟ يقول له باكر راح يطلعون اطفالي يطلعون حفاة، فأنا خاف يتأذون بالشغل. أبا عبد الله أنت وين؟ بأي لحظات بأي عالم تفكر بالأطفال؟ إيه هو هكذا الأب.